الحارس. بعد هذه لاحظ تمريره في العمق، تحرك، ودائما نقول لك المهاجم تحب الكره فعلا، يعني مرتين تصطدم الكره في المدافع وترجع لساند اللي استطاع انه يحرز فيها الهدف. كره كانت في العمق، والهدف الثاني مثل ما شاهدنا وتكلمنا عنه، يمكن التحرك بدون كره كان جميل جدا من لاعبي العين. بعد الهدف قلت لك يعني فريق العين حاول انه يقتصر في الجهد ويترك يمكن التمرير فقط ما بين اللاعبين، عدم الجري الكثير. شاهدنا يمكن فالديفيا اليوم وضعه مختلف عما كان عليه في السابق، يعني مثل ما قلنا ان فالديفيا كان دائما هو لاعب حر خلف المهاجمين الاثنين، ما مطلوب منه اي دور فقط الا انه هو يستلم الكره ويمرر بالشكل السليم للمهاجمين. لكن اليوم دوره اختلف بما انه يلعب المهاجم الثاني خلف ساند. اللياقه البدنيه اعتقد ما اسعفت فالديفيا انه يقدم شيء من خلال توقفه لاكثر من شهرين عن اللي عوض محمد فوزي. راجع كرة اللعب. لاحظ الاهلي الان حيلعب بثلاث مهاجمين، على فكرة بثلاث مهاجمين، يعني وضع طبيعي لان عنده هو خسران، وبالتالي محاولة لن تتحط. يا جول يا زمان العين يسجل هدف الامان تقريبا حتى الان، وهو هدف ثالث هنا واضح. هذا هيكتنكات. اذا بعد محاولات وبعد كما ذكرت ضغط اهلاوي والكره ترجع سالم. الكره تلعب ولكن تتخلص. الكره ترجع مره ثانيه تنشات، يبعد حارس المرمى، يبعدها بعيده طويله. علي الوهيبي مره ثانيه يلعبها، يحاول ان فالديفيا تلعب الجول. جول سيرك عيناوي. العين ينصب السيرك، العين ينصب السيرك هنا في هذا الملعب، وبالتالي سيرك غير عادي. سيرك عيناوي هنا ساند ايضا. هذا فالديفيا الساحر. هنا سالم عبد الله يحاول دفاع عيناوي. الكرة ترجع من حارس المرمى. انتظار ايضا محاولة وكرة ولا اروع كانت من علي الوهيبي لفالديفيا. هذا هو الان يلعبها ومتابعة للقناص، متابعة للقناص. الان يعني هو في وضع صعب هنا في الدوري، واحمد خليل الشوت. جول! هدف اهلاوي اول، هدف اهلاوي اول. تقليص الفارق عن طريق احمد خليل، تقليص الفارق عن طريق احمد خليل. اذا احمد خليل يقلص الفارق هنا في الدقيقة 84، وبالتالي 4-1. اذا الاهلي 1 العين 4. ساند هدفين. عرض الملعب توصل لفالديفيا، ياخذ كرته ويحاول يمر يطلعها قدام الجول. تتسد في الجول. جول ثنائيه عبد الله مال الله، ثنائيه لعبد الله مال الله في هذه المباراه، وهدف خامس. والاهلي الان نعم في وضع صعب، والعين يساوي نتيجته في الدور الاول 5-1 في الدور الاول، 5-1 حتى الان في الدور الثاني. 10 اهداف للعين في مرمى الاهلي في الدور الاول والثاني. هذه هي تتلعب على طول. عبد الله مال الله من سجل